الجواز هو عبارة عن علاقة بين الراجل والست. دور الراجل في الجواز بيكون عبارة عن إن هو يحمي الست ويحمي ولاده وفاينانشلي يكون عنده شغل كويس مكفي بيته ومكفي مراته وولاده، وفي نفس الوقت بيعمل برضو بعض الأدوار الزوجية، بيودي ولاد هنا نوادي ودروس والكلام ده كله. الست في العلاقة دي بتكون دورها إيه؟ إن هي بتحب الراجل وبتحب ولادها وبتحافظ على بيتها وبتوفر له الراحة في بيته، وفي نفس الوقت جزء من الراحة دي اللي هو السكشوال علاقة السكشوال ريليشن شيب اللي بينه وبينها. أول ما بتحصل مشكلة وبتتحول قصة الجواز دي لطلاق بالقانون الراجل مطلوب منه إنه يعمل كل حاجة كان بيعملها وهو متجوز بعد ما بيطلق، سواء بيدفع فلوس، سواء بيحافظ على اولاده، بياخدهم ويوديهم تمارين ودروس وكلام ده كده. كل ده بيعمله الراجل بعد الطلاق، ولو ما عملهوش الراجل ممكن يتسجن. ده غير انه ممكن تروح منه كل حاجه. في نفس الوقت القانون اللي بيحكم بالكلام ده على الراجل ما بيحكمش ولا حاجه على الست. لا بيطلب من الست ان هي تكون نايس مع الراجل، ولا بيطلب منها ان هي توفر له حب وحنان، ولا بيطلب منها ان هي تبقى في سيكشوال ريليشن شيب مع الراجل، ولا اي حاجه. طب ازاي يا جماعه؟ طب ازاي؟ طب يعني ده عدل؟ هو ده كده عدل؟ ما تيجي نناقش الموضوع ده ونبص ونشوف العدل فين وازاي نطبقه. لان في لحظه واحده الراجل بقوه القانون ممكن يطلب منه انه يعمل كل حاجه بيعملها قبل ما الطلاق يحصل. بينما بعد ما الطلاق بيحصل الست مش مطلوب منها ولا حاجه. هل هو ده العدل؟ ما اعتقدش. تعالوا نقعد نتكلم في الموضوع ده ونناقشه بهدوء وبامانه وبصدق عشان نعرف الحق مع مين. احنا مش عايزين الحق يكون مع حد، مش مع الطرف الثاني، لا، بس عايزين لازم تكون العلاقه عادله ومتكافئه بعد الجواز زي ما كانت قبل الجواز.